كل سنة وانتم طيبين. مقلب رامز جلال وياسمين عز في رمضان 2023. كل سنة وانتم طيبين. تغير تام في ملامح ياسمين عز مع ضربة التورتاية. أيوة، هيضرب التورتاية في وشها وهينزل الميك اب اللي على وشها بالكامل، وهتظهر بشرة ياسمين عز السمراء اللي انتوا شفتوها في صور ليها قبل كده. بالفعل يا جماعة، مقلب رائع، وهنشوف تغير تام في الملامح اللي بتسلطها الأضواء على وجه ياسمين عز، واللي بتغير فيها كتير قوي. زي ما انتوا شايفين كده، ياسمين تحولت للون الأسود الداكن. مش هي بس، ده كتير من الفنانين اللي هنشوفهم دلوقتي في الفيديو ده. تعالوا نشوف ونتفرج مع بعض على الجميلة الرقيقة ياسمين عز بعد تحول ملامحها بالكامل في مقلب رامز نيفر اند. متابعينا زي ما انتوا شايفين كده، تعالوا نشوفوا الحضور ونشوف أحمد السقا وهو بياكل التعبان، بيشد راس التعبان حقيقي كده، وأول قطمة من السقا للتعبان. الله عليك يا سقا بجد. تعالوا هنشوف كمان مفاجآت في الفيديو ده عن نجوم تانيين. زي ما انتوا شايفين كده، أخد قطمة منه. إيمان العاصي كانت ضيفة رامز جلال في مقلب ورمضان 2023 رامز نيفر اند، وكمان هانادي مهنا كانت موجودة ضيفة، وزي ما انتوا شايفين تغير تام في الملامح. وكمان محمد فؤاد فوقش كمان مع رامز جلال في رامز نيفر اند. ومحمد رمضان هيبهدل رامز في المقلب ده، لأن محمد رمضان هيتمرمط قوي قوي وهتشوفوه. هانادي مهنا كانت متدمرة وفضلت تبكي بكاء شديد طول الحلقة. قرر رامز جلال إن هو يغير فكرة المقلب بالكامل ويخليهم مقلبين في بعض، وضميره هيكلمه ويقول له بلاش بلاش في البداية، أكيد هيكون مقلب أحلى.